البولجري ريزورت اللي هو بقى فيه رونالدو شاري فيه وزين الدين زيدان. It's one of the most prestigious. يعني انا شاريه سبيكة ذهب بعد سنة من ايام ما هبيعها. بس مين هيمسك ده ب5 سنين 10 سنين؟ ده قليل. بنت هاوس مساحته 27,000 قدم اتباع ب 420 مليون. تعليقات ايجابيه سلبيه مش مهم. تعلم حاجة تعمل لي فلوس. اوكي كده على 5 سنين على 10 سنين انت كده كسبان، مستحيل تبقى خسران. لو موظف جاي دبي الانجليش بتاعك نو برينر، لو مش عاجبك ما تخش. لو انت هتستثمر في العملات الرقمية الحاجات دي مش ستيبل. دلوقتي احب نتكلم معاك كزيدان النهارده، مش هقول لك زيزو، احنا دلوقتي شويه بروفيشنال. دلوقتي لما عملت فيديوهين عن الحياه في دبي لقيت الاهتمام رهيب من الاودينس عندي، عايزين يعرفوا الموضوع بقى تفاصيله، عايزين يعرفوا الباك اند بتاعته ماشيه ازاي، عشان مجمل اليوتيوب ومجمل السوشيال ميديا عامه الناس بتروح دبي، بس راحوا ازاي دبي، عملوا ايه في دبي، محدش عارف. قررت النهارده اجيب لهم الاو جي بتاع دبي، اكتر حد اعرفه في حياتي عارف عن دبي. فمعانا هنا محمد زيدان حبيبي مكاوي. اقدم واحد في اصحابي عامه عايش في دبي، فعايزك النهارده تحكي لهم تفاصيلك كلها وتفاصيل دبي ماشيه ازاي. محدش هيعرف اكتر منك ومحدش هيدي تفاصيل احسن منك، فقررت ايه نقعد مع بعض النهارده. فمبدئيا كده بحب ابتدي اي بودكاست ان هو مش هقول لك اعرف عن نفسك، بس هقول لك لما تقعد في اوبر مثلا والسواق يسالك السؤال الشهير انت بتعمل ايه، كلمنا عن نفسك، بتقول له ايه؟ حلو. بص الاول انا اسمي محمد زيدان وخريج الكترونكس اند كوميونيكيشنز، وبقى لي في دبي 7 سنين تقريبا. ودلوقتي انا شغال في مجال الريل استيت. دلوقتي بعمل كونسلتيشنز، يعني حد مثلا عايز استشاره عايز يستثمر في دبي فاي اوفر هيم الخدمه دي. وفي نفس الوقت برضو شغلي ان انا ببيع بروبرتيز، مينلي مركز في الحاجات الاندر كونستراكشن او قيد الانشاء. اوكي تبع شركه معينه ولا بروكر؟ شركه بروكرج، شركه اسمها بروفيدنت، بقى لنا مور ذان 13 years في الماركت، وعندنا كل حاجه من الالف للياء خاصه بالعقارات، سواء بقى بيع شراء تاجير بيوت وعطلات اداره للعقار، كل الخدمات تحت سقف واحد يعني. هايل. وانا كزدان دلوقتي مركز اكتر في الكونتنت كريشن، بعمل محتوى تعليمي، محتوى عن العقارات، ازاي تستثمر في العقارات، ازاي تستثمر في طرق صغيره ببادجت قليله، مسميها المستثمر الصغير. وبعمل كونتنت بقى خاص في جميع المجالات، وعشان كده عملت البودكاست بتاعتي برضو. بجيب اشخاص انا شايفهم ناجحين متميزين في مجالهم وبسألهم أسئلة خاصة بالمجال عشان الناس تستفاد، لو حد حابب يخش نفس المجال، حد حابب يعمل بيزنس في نفس المجال. فده كده سريعا محمد زيدان يعني في أقل من دقيقتين. زي الفل. خش بقى على أسئلة اللي الشباب بتسألها كتير جدا عن دبي وعايزين يعرفوا تفاصيلها، فعايزك النهارده تتكلم باستفاضه، ما قلناش حاجه. حلو. عشان الناس عندها مش متخيل كميه زي ما تقول كده التشويق، عايزين يعرفوا التفاصيل دي. وانا كنت مستغرب، يعني انا فاكر ان دبي زيها زي اي بلد، بس في عليها زي ما تقول كده مش ديماند، زي ما تقول كده الناس بتفكر فيها وخايفه منها، حاجه زي كده خايفه تاخد الخطوه، مع انها اسهل بلد من وجهه نظري تنقل حياتك ليها. الموضوع حرفيا اسهل من الطبيعي. فعايزك تكلمنا كده تكاليف العيشه في دبي ازاي، لو انا مثلا في بلد انقل لدبي، ايه انواع الاقامات، ازاي، ايه مثلا الشغلانات المحببه اللي انا اشتغلها هنا، الشغلانات اللي سوقها حلو هنا. كلمنا على التفاصيل كلها لو انت جاي دبي طازه دلوقتي. بصي مكاوي، انا في رايي في 3 فئات بيجوا دبي. اول فئه الناس اللي هم بيدوروا على شغل، تاني فئه الناس اللي بيجوا بالبيزنس بتاعهم، سواء بقى هو بيزنس اونلاين او بيزنس عايز يفتح له مقر، او عندك الناس اللي هم المالتي مليونيرز وبقى حابين يحطوا فلوس هنا. خلينا اول نتكلم عن اكتر حاجه كومن، حد جاي دبي بيدور على شغل. اوكي. الفكره هنا ان السوق كومبيتيتيف جدا، تنافسي جدا، فناس كتير قوي بيجوا وبيقعدوا فيزا 3 شهور سياحه وفي الاخر ما بيلاقيش شغل، بيتخض بالظبط. ان دايما بيبقى في حد من جنسيه تانية ايا كانت الجنسيه، غالبا بيعمل نفس الشغل بكفاءه احسن وبياخد مرتب اقل. فهي دي الشوك اللي انا بشوفها في ناس كتير. انا كنت واحد منهم. اول ما جيت الاول كنت شغال في شركه، كنت جاي بعد عمل، ودي كانت حاجه نادره بس كان توفيق من عند ربنا. شهرين والشركه قفلت. الراجل قال لي ممكن تقعد على الفيزا لغايه لما تلاقي شغل، ممكن ترجع مصر. فقعدت بتاع 4 شهور بدور على شغل، مش لاقي شغل. كان بالنسبه لي اكبر عائق ان اول حاجه ما كانش معايا الرخصه، تاني حاجه معيش خبره في البلد، ناس كانوا قاعدين ناس عندهم خبره في البلد، تالت حاجه ان دايما السالري اكسبكتيشنز او الحاجات المرتب اللي انا كنت متوقعه للوظيفه كان بيبقى اقل بكتير من اللي انا عايزه.
وفي كذا وظيفه عملت انترفيو تاني وتالت انترفيو، وفي الاخر بيقولوا لي انت بالذات لو حاجه سيلز انت اترفضت عشان معكش رخصه سواقه. ده كان السبب الصريح والمباشر يعني. ففي خلال 3-4 شهور قعدت ادور فيهم دول في مجال هندسه، مجال ديجيتال ماركتنج، مجال بروجكت مانجمنت، كل دي حاجات انا كنت شغالها في مصر وعندي فيها اكسبيرينس على الاقل من 2-4 سنين. بالمناسبه انت ما قلتش انك مهندس في الباك جراوند. يس، خريج هندسه كهرباء واتصالات عشان الناس تعرف بس. عشان في ناس كتير بتستغرب ان انا لما اقول لهم انا مهندس مدني دلوقتي بعمل حاجه تانية فبيستغربوا. فبالظبط فقعدت بقى ادور على شغل في كذا مجال. وفي يوم على لينكدين لقيت كان في شركه اسمها انجل اند فولكر، شركه وساطه عقاريه، عايزين حاجه اسمها بروجكت سيلز كونسلتنت بين قوسين Arabic speaker. رحت مقدم، كانت ميزه ليك دي بالظبط ان هو عايزين حد بيتكلم عربي. قدمت بقى على اللينكدين. بعد كده بتاعت الاتش ار ريكروتر كلمتني، عملت معاها فيرست انترفيو. والانترفيو كان بيسك قوي، عندك كام سنه، بتحب تعمل ايه، ليه بتقدم على الشغل ده. فكانت was very smooth 50 minutes. بعد كده قالت لي هتقابل بقى البروجكت مانجر والهيد اوف سيلز الاسبوع الجاي، وهتجهز لنا زي سيناريو لو انت بتبيع عقار في دبي. اللي هو انا عمري في حياتي ما بعت عقار. دي اسطوره على فكره، في ناس كتير بتتكلم عنها، بيقول لك احكي لي قصه كده لو انت من السيناريو من اوله لاخره هتمثله ازاي قبل ما حتى ما تعيشه. بالذات لواحد فريش زينا مثلا لسه جاي بيدور على حاجات زي دي فبيستغرب. انا سمعت الحوار ده كذا مره بس انت اول واحد تاكد لي. لا ده فاكت بقى، ده فاكت بجد. فانا اللي هو بالظبط كنت مستغرب، اللي هو انا عمري في حياتي ما بعت عقارات، لسه جديد في البلد بقالي 6 شهور ولا حاجه، فازاي اعمل لها حاجه زي كده؟ بيبقى في اكسبكتيشنز رهيبه حتى للفريش. بالظبط. فدخلت بقى على جوجل يوتيوب، قعدت ادور، وفي حاجات كتير قوي يعني اونلاين قدرت اجمعها. من ساعتها ما كانش فيه كميه المعلومات اللي موجوده اونلاين زي دلوقتي، بس قدرت اجمع معلومات بيسكس جدا، اجراءات الشراء، ازاي تستثمر في مشروع قيد الانشاء، كل دي حاجات جمعتها. ورحت تاني مره وعملت لي سيناريو، انت كلاينت اسمه اكس وانت بتكلمه وتعرض عليه البروجكت ده. فدي برضو بالنسبه لي كانت حاجه جديده. دايما ايام السيلز كنت ببيع في شركه امبورت واكسبورت، كنت ببيع حاجات اونلاين، بس عمري ما بعت برودكت ثمنه على الاقل بتتكلم في $150,000. تمام. عمري ما بعت حاجه بالحجم ده. بيبقى زباينها غير خالص الزباين اللي هتتعود عليها في السيلز في اي شغلانه. اي شغل تاني. الاول كنت ببيع مثلا زي بقول لك زي شيبينج سيرفيس، ببيع حاجات اونلاين، كان عندي اونلاين ستور ببيع لعب بلاي ستيشنز، كلها حاجات يعني في المتناول. لكن مره واحده كده لازم الاقي ناس مينيمم بيشتروا حاجات $150,000. كلاينتيل تانية خالص مختلف تماما. بالظبط. فالحمد لله برضه دي كانت سيناريو كويس. بعد كده عملت بقى انترفيو مع السي او بتاع الشركه اخر واحد، وقال لي احنا محتاجين حد يبقى بيست في الاوفيس ومش محتاج عربيه، هتقعد هتبيع بس البروجكت ده. فمن ساعتها بقى وانا في مجال الريل استيت. فده كان برضه توفيق من عند ربنا، ان هم على حظي عايزين واحد بيتكلم عربي مش محتاج رخصه. كانت بقى الصدمه اللي انا صدمتها ان هو السالري كانوا كاتبين ان انت بتاخد $5,000 وزي ريتينر. فما فهمتش يعني ايه ريتينر. المسميات دي عايزك توضحها برضه عشان في ناس كتير مش فاهماها، بيبقوا جايين بيتخدعوا في الموضوع جدا، بيفتكروا ان ده مثلا ده البيزك اللي هاخده كل شهر. وضح لهم المفاهيم دي. حلو. هنا على حسب طبعا نوعيه الشغل، بس في مجال العقارات عامه. فانا بقول لها يعني ايه $5,000 ريتينر ده؟ قالت لي يعني ده انت الفلوس دي هتاخدها واحنا هنرجع ناخدها منك تاني لما تبيع اول بيعه. قلت لها يعني مش، طب وبعد 3 شهور؟ قالت لي بعد 3 شهور مش هتاخد راتب، هتبقى بس كوميشن بيست. فانا ساعتها ما كنتش اعرف ان العمل في شركه وساطه في الامارات، وساطه العقارات في الامارات، تبقى كوميشن بيست، يعني انت ما بتاخدش راتب ثابت. بالظبط. كانت حاجه معلومه جديده بالنسبه لي، ان هنا الناس اللي شغاله في مجال الوساطه ما بياخدوش مرتب وفقط على العموله. فدي حاجه كانت عمري ما عملتها في حياتي. حتى مثلا كنت شغال في مصر كنت باخد راتب حتى لو قليل، بس على الاقل عارف ان انا المرتب ده هعمل بيه الاساسيات بتاعتي. فدلوقتي انت في بلد غريبه، وراك ايجار، وراك مصاريف ترانسبورتيشن، وراك اكلك شربك جيمك، عايز تخرج، عايز تحوش، كل ده في الاخر من غير بيسك سالري. فساعتها انا فاكر كلمت جدي الله يرحمه، قلت له جدو ايه الكلام وبتاع قال لي هتخسر ايه يعني؟ قلت له اسوأ حاجه 3 شهور وهترجع تاني. قلت له صح. فهو اللي شجعني بقى الخطوه دي.
فمن ساعتها بقى وانا بقالي بتكلم في 6 سنين ونص تقريبا في مجال الريل استيت بقى. رحت كذا شركه في الفتره دي. الكلام ده كان سنه كام؟ 2016. انت كنت بتقول حتى ساعتها الموضوع كان تنافسي، دلوقتي الموضوع على حد خيري بقى تنافسي اكتر، الموضوع بقى اصعب بالظبط. وتقدر تقولي ان الانجليش بتاعك كان حلو ساعتها ولا كان لسه؟ لا الحمد لله الانجليش بتاعي طول عمره كويس. طول عمره كويس. باك جراوند انجينيرنج يا جدعان على وضعنا. عايز اشكر والدتي ان هي دخلتني مدرس لغات عشان دي حاجه فرقت جامد. طيب يعني دلوقتي لو موظف جاي لدبي لازم يبقى فاهم، عايزين نحط له الموضوع كده بوليت بوينتس. الانجليش بتاعك نو برينر، اساسي مهم جدا، اهم من العربي. تمام. ما تعملش حسابك في الاول خالص على حاجات ثابته، كل حاجه متغيره عشان انت بتغير حياتك في حته تانية خالص. ايه تاني تنصحه كده؟ حاجات نصايح لو يرجع بيا الوقت حد قالها لي. اقتصد جدا في المعيشه، يعني ما تاجرش استوديو لوحدك، عادي اقعد في شيرنج روم معاك. ده الطبيعي هنا، في ده الطبيعي بالظبط. تستغرب ان ده ايه ده. لا ده الطبيعي، بالذات لو انت مثلا انت جاي تدور على شغل، انت ما فيش اي فلوس جايه لك. لو انت جاي من مصر دلوقتي الدرهم ب 10 جنيه، بتتكلم في مبلغ، يعني انت عشان تعبال ما تلاقي شغل انت هتصرف من جيبك. فلا اقتصد لغايه لما تلاقي شغل. اقتصد في الاقامه، فيهاش اي حاجه ما تقعد مع 4-3 في اوضه واحده عادي، عقبال ما الدنيا تستقر معاك بالظبط، لغايه لما تلاقي شغل تظبط، تنقل، تقلل عدد الناس اللي انت قاعد معاهم. بعد كده ما تقعدش تتفسح كتير، بالذات في الاول ما تقعدش تاكل بره كتير. يعني هنا دبي في برضو مسكونسبشن او اعتقاد خاطئ ان دبي غاليه. دبي ممكن تبقى افوردبل وفي متناول الجميع لو انت عايزها تبقى كده. يعني انت ممكن تروح كارفور تجيب حاجات مثلا ب 100 درهم تكفيك كام يوم على الاقل، وممكن تروح ماكدونالدز تجيب وجبه ب 50 درهم بالظبط. طبعا برضو قيس بقى على كده. ممكن تروح مطعم فاين دايننج تدفع 1000 درهم في بليت. في بادجت لكل الفئات، انت تختار انت عايز تعيش فين بالظبط. الله ينور عليك. تمام. ده الموظف. تمام. موظف يبقى فاهم ان الموضوع تنافسي، مفيش حاجه ثابته، هتيجي يطلع عينك عقبال ما تلاقي حاجه. لازم الايجو بتاعك يقل، بلاش لاكجري معينه في السكن، لاكجري معينه في الاكل، لازم تهبط بكل حاجه عشان عقبال ما تلاقي حاجه تديك اقامه ومرتب الى حد ما متوقع. هتتعب في الاول. مظبوط. تمام. ده للموظف. نيجي بقى لرواد الاعمال واصحاب الشركات. ايه انواع الاقامات؟ يدوروا على ايه؟ نيجي بعد كده للمستثمر، ايه انواع الاقامات اللي قدامه؟ يفتح شركه ازاي؟ كلمنا شويه تفاصيل على الكلام ده. حلو. بص خلينا الاول نتكلم كواحد بزنس اونر. الامارات كدوله من اسهل الاماكن او من اسهل الدول في العالم اللي انت تقدر تعمل فيها بزنس، سواء كان في مينلاند اللي هي منطقه يعني على الارض، او حاجه اسمها فري زون اللي هي منطقه العمل الحر. دي انا تجربتك فيها بالظبط. فحتى مش بس في دبي، الامارات الاخرى التكلفه بتاعتها ممكن تبقى اقل من دبي، بس طبعا كل زون وليها ريستريكشنز معينه في نوع الخدمه اللي انت تقدر تبيعها او عدد الناس اللي انت تقدر تعينهم. بس هي عامه كسيت اب، انت تسيت اب كومباني من اسهل الحاجات. مني اسبوع، ودي رقم قياسي بالنسبه لي. بالظبط. وغير كده في كمان شركات بيخلوك يعني يعملوا لك العمليه فروم اي تو زي، ويأسس لك الشركه وانت بس بتروح تعمل ميديكال اونلاين كل حاجه كده، بس اللي محتاج منك البوليت بوينتس يعني. فالتأسيس ده سهل جدا، مفيش اي مشكله. فكره انت لازم تبقى عارف برضو الماركت هنا تنافسي، فانت على حسب نوعيه الخدمه اللي انت بتقدمها لازم تلاقي النيش بتاعك. هنا اي حاجه تقدر تطلبها اونلاين، اي حاجه عايز تحلق، عايز تجيب اكل، عايز تجيب لبس، كل حاجه اونلاين. فانت على حسب البرودكت لازم تحدد هتفتح الاوبريشنز بتاعتك تبقى فين، ازاي هتوصل الخدمه بتاعتك للعميل. كل دي حاجات على حسب طبعا البيزنس. دور على حاجه تتميز فيها قصدك. بالظبط. حتى لو حاجه ممكن تبقى يعني شايفها انت عاديه، بس دايما there is always room for improvements، انت تحسن على حاجه، تعدل على حاجه. بعد كده لو هنتكلم عن مثلا الناس اللي هم الفريلانسرز او الفيديو اديتورز، ففي اقامه محدده اسمها الفريلانس فيزا، دي تقدر تطلع عليها انفويسز، تقدر انت تبقى الكفيل لنفسك. وبحيث ان انت بالذات لو فيديو، شفت اصحابي الفيديو اديتورز بيعملوها، بتقعد لمده 2 اعتقد تكلفتها حوالي 12000 درهم. في ناس بتاخد دولار درهم جنيه. لا مثلا 1000 درهم برضو. الكومباني كوست اعتقد كان مثلا 15 بالظبط في الرينج ده. وعندك بقى اخر حاجه اللي هي اقامه المستثمر.
اقامه المستثمر عن طريق شراء العقار دي بتبتدي من اول 750,000 اوكي. درهم. بس دي ليها شروط ان انت لازم يبقى العقار جاهز، لازم تكون دافع ثمنه بالكامل، ملوش اي اقساط، ملوش اي خطه دفع. ففي ناس كتير بيسالوني هل اشتري عقار عشان اخد اقامه؟ فبقول له لا بصراحه، ممكن تاسس شركه يبقى اوفر لك، ممكن تعمل فيزا الفريلانس تبقى اوفر لك. دي حاجه انت بتاخدها كبونس، اللي هو بتشتري عقار للاستثمار او للسكن وبتاخد عليها اقامه ليك ولاسرتك. بعد كده عندنا اخر نوع اللي هو الاقامه الذهبيه، ممكن انت تقدم عليها لو انت انفلونسر، لو انت متميز في مجال عملك، دكتور، مهندس، الدوله بتديها لك ببلاش، او تقدر تقدم عليها عن طريق الاستثمار العقاري. لازم تكون دافع اكتر من 2 مليون درهم، تاخد بقى الاقامه الذهبيه لمده 10 سنين. ودي هنا بتبقى زي حاجه برستيجيوس، يعني اللي هو انا معايا اقامه ذهبيه 10 سنين، بتاخد كارت الى حد ما يا بتبقى مميز في حاجه، فالى بالزبط. حد ما زي ما تقول كده برستيجيوس، بتديك هيبه كده معينه، اكنك مش عايز اقول اكنك ماسك ايفون، بس في ناس في مصر ماشيه بالايفون على اساس انه اقامه ذهبيه. لا وغير كده برضو بتفرق لما تقدم على فيزا للدول الاوروبيه بالذات، لو انت جولدن فيزا هولدر بتبقى الدنيا اسهل. يعني دي عن تجربه شخصيه ليا وناس اصحابي يعني. ده هيدخلنا في السؤال اللي بعده، كويس انك اتكلمت في الحوار ده. انت قلت لي دلوقتي عشان تاخد الإقامة الذهبية لازم العقار يبقى خلصان، مفيش اقساط، الى حد ما تكيشه او تخلصه. في ناس فاهمه انك تحط مقدم تاخد إقامة ذهبية، ده مش صحيح. لازم تاخد، حط لنا شروط تاني كده. العقار 750,000 مينيموم، ده بتبقى إقامة مستثمر لمدة 2 سنين. اوكي. ولازم يكون العقار جاهز. مش الذهبية دي؟ الذهبية دي 2 مليون. اوكي. و2 مليون مش لازم يبقى الثمن الوحدة 2 مليون، ممكن ليتس سي مثلا انت شاري فيلا ب 5 مليون. اوكي. ودفعت 2 مليون كداون بيمنت. اوكي. دفعهم انت كاش، ساعتها بتقدر تقدم عليها. يعني مش شرط تاخدها، تقدم عليها بالظبط. اوكي. وبعد كده لو انت eligible بتاخدها. بس قصدي ان لازم يكون المبلغ المدفوع كاش 2 مليون او اكتر، حتى تمام. لو قيمه العقار اكتر من 2 مليون. تمام. شرط تبقى صاحب شركه ولا لا؟ لا ولا ممكن تبقى موظف، ممكن حتى ما تبقاش مقيم هنا، يعني فاهم قصدي؟ ممكن تبقى انترناشونال بالظبط، او حتى ما تجيش اصلا. انا عندي كلاينتس انا عمري ما قابلتهم فيس تو فيس في حياتي، يبعتوا لك ترانزاكشنز كل حاجه بالظبط، كل حاجه بيحول في حساب الضمان، الدوكيومنتس كانه بيشتري حاجه مع الامازون بالذات. حاجه قيد الانشاء هنا اتس فيري سيف، فيري سكيور، فيري ايزي. طيب نيجي بقى للموضوع الريل استيت ده عامه. تمام. لو انت عايزك تقول لي انواع الكلاينتس اللي بتجيلك، تمام، وعشان في كذا مسكونسبشن ان الموضوع سهل بزياده، وفي ناس بتاخد لون في الداون بيمنت ويضحك عليهم في حاجه زي دي. فوضح الموضوع كده، ايه انسب طريقه تخش بيها على ريل استيت؟ ايه مينيمم الداون بيمنت اللي تفكر بيه اصلا في ريل استيت؟ اول حاجه لازم تبقى انت محوش مبلغ وقدره، ده مينيمم كده كداون بيمنت 50,000 درهم. مظبوط. الداون بيمنت دي بقى تقدر انت تعمل بيها كذا حاجه. تقدر تشتري بيها وحده مثلا قديمه، واحدة ما اقول لك قديمة هنا بيبقى اللي هو من 5 سنين او اكتر. هديك مثلا مثال، في مباني في اي ام بي زي بتاع الدماغ، في مباني في سبورت سيتي قديمة ممكن تلاقي استوديوهات ب 300,000 درهم مثلا. اوكي. فده انت بداون بيمنت 150 بتقدر تاخد تمويل وتأجره. ده ايجاره السنوي نقول مثلا من 20 ل 25,000. وسوقه كويس؟ سوقه مش احسن حاجه، مش احسن حاجه. ده بديك اوبشن اللي هو البيسك اوبشن، لو انت بتستثمر باقل حاجه. دي حاجه انا ما انصحش بيها. بس ممكن تبقى مناسبه لواحد عايز يعني انستنت ريتيرنز، بس اعاده البيع بتبقى صعبه جدا. عشان الكوميونتي ذات نفسه خدماته مش حلوه، قديم، النوع السكان اللي هناك مش احسن طبقه يعني. ده كده عندك اوبشن. تاني اوبشن ان انت تحطه مثلا في استوديو في حته زي جي في سي، زي ارجان، في مباني جديده كواليتي بتاعتها حلوه قوي. بنتكلم في افريج برايس من 400 ل 500,000 للاستوديو. تقدر تاخد برضو الداون بيمنت تدفع 20%، تاخد تمويل للبنك. نتكلم في 150 لسه برضو نفس بالظبط نفس الافريج برايس ده، وبتاخد عليه كارد وبيتأجر ب 30 to 40 ييرلي. وده سوق كويس؟ ده سوق كويس عشان جديد وعليه طلب ولسه الخدمات كويسه، يعني مش زي الحاجات القديمه. الحاجات دي بتبقى ارخص، بتتكلم فرق حوالي برضو 150 الف درهم كفرق في التوتال بالظبط. بس الفكره انت بتشتري حاجه هتقعد يعني بعد مثلا 5-10 سنين لما تيجي تبيعها هتعرف تبيعها وانت مرتاح، هيبقى في ريسيل دايما قبلها طلب في الايجار. تالت اوبشن بقى تاخد حاجه قيد الانشاء. تاخد مثلا في استوديوهات قيد الانشاء يعني رفلي في نفس السعر ده. في ديفلوبرز دلوقتي بيدوا خطه دفع، يعني تدفع 20% للحجز
و80% دفعات شهريه 1%. اوكي. فده مع الديفلوبر من مع غير بنك. من غير من غير قروض، من أوكي. غير فوائد. بالظبط، اوبشن كويس لو انت بتتكلم في الفئه اللي هي ده بيسكس استثمارات في دبي، اوكي. من اول 300 لغايه مثلا 550. اوكي. طبعا كل كلاينت ليه سيناريو معين، بس الفئه اللي انا بتكلم عليها دي اللي انا بشوفه مبتدئين الى حد مبتدئين، هو مرتبه بيبقى مينيمم 15,000 درهم فيري، ومعاه الداون بيمنت، وهيز فيري ستيبل ان هيز جوب، والدنيا معاه كويسه. دول تقريبا اللي بيبقوا اول عقار في دبي. بالظبط، اول أوكي. عقار بالظبط. أوكي. بعد كده بقى نخش بقى على الفئه اللي هي خلينا نتكلم مثلا 800 فما اكتر. اوكي. من 800 ل 2 مليون. ده بقى بيبقى حد بيدور على غرفه، غرفتين، 3 غرف، على حسب بقى اللوكيشن، على حسب البرودكت، هل هياخد حاجه جاهزه، هل هياخد حاجه قيد الانشاء. في طلب كبير قوي على التاون هاوسز في دبي دلوقتي، في اماكن الاسعار فيها دبلد، ليترالي دبل، يعني مش هزار، يعني 100%. عشان الطلب زاد مره واحده. عشان الطلب زاد طبعا من ساعه حوار روسيا واوكرانيا ده، شفنا يعني جيوش جايه روس واوكران في كل حته. وعامه السبلاي في التاون هاوسز والفيلل في دبي اقل بكتير من الابارتمنتس، اقل بكتير، عشان كده الديماند عالي. بالظبط، عشان كده أوكي. الديماند عالي. ففي الفئه دي برضو نفس الاستراتيجي، هتلاقي لو حاجه جاهزه تاخد عليها تمويل. هنا التمويل مينيمم لو انت مقيم 20%، لو انت غير مقيم تقدر تاخد تمويل على العقار الجاهز، تدفع 50% دفعه اولى، والبنك بيمول لك حتى 25 سنه. ده المورجج. ده المورجج ده غير التقسط مع الديفلوبر. في بالظبط. ناس مش فاهمه الفرق. غير أوكي. التقسم مع الديفلوبر. التقسم مع الديفلوبر ده غالبا بيبقى حاجه قيد الانشاء، اوكي. تستناها مثلا من 2 ل4 سنين على حسب اوكي. وكلما كبر اسم المطور، كلما سمعته كانت احسن، كلما السعر زاد، كلما خط دفع بقت اجريسيف اكتر. اوكي. يعني مثلا اعمار، طبعا اعمار هو الايفون بتاع المطورين، مش محتاج تعريف. بالظبط. اعمار دلوقتي العقارات قيد الانشاء بتدفع 90% اثناء الانشاء، و10% عند الاستلام. فطبعا دي اجريسيف قوي. ولو مش عاجبك ما تاخدش. بالظبط. لا هم كده بيبيع، يعني المشروع بينزل بيبيع مثلا 300 يونت في 4 ساعات. هو كده دلوقتي هو عارف ان هو بيبيع، اسمه بيبيع بالظبط. فده بقى عشان الاسم المطور كلما كبر، كلما كانت التسهيلات اقل، كلما كان السعر زاد، كلما كانت خطوط الدفع اجريسيف اكتر، عشان زباينه اوريدي موجود بالظبط. هو مش مستني زباين جديد. هو اوريدي. وفي غير كده عنده ناس بيشتروا بقى فلورز، دورين 3، يعني مش فارقه معاه يعني. فانت دلوقتي في دبي في فرص كتير قوي مع بوتيك ديفلوبرز، هم مطورين صغيرين بياخدوا قطعه ارض ويبنوا عليها بيلدينج مثلا من 4 9 ادوار، وبيبقى اسعاره كويسه، الكواليتي بتاعته كويسه، وبيعمل اسم في السوق. يعني انا مثلا احكي لك، انا من 2 سنين مطور مصري اسمه جرين يارد، ده مش اعلان يا جماعه ولا حاجه، بس ما تقولي اعلان. انا شخصيا اشتريت شقه قيد الانشاء معاهم في منطقه ارجان، وساعتها كنت شاريها، قلت يا اما هسكن فيها يا اما ده كده انفستمنت. ان انا كنت ساعتها باجر يعني، وكانت الايجارات سعرها كويس، يعني كنت واخد استوديو في الجرينز، كان سعر حلو قوي، بص على الليك والجرينز طبعا على الشيخ زايد. لهم ده في السنه، ده في السنه 50,000 في السنه. كام في الشهر عشان الناس يعني قول افريج 3000 مثلا في الشهر. أوكي. يعني طبعا من غير فواتير، من غير اي حاجه. أوكي. ورحت المطور ده، هو كان المطور ده مسلم مشروع واحد في JVC، وبالنسبه لي كان مشروع وحش قوي، يعني ما روحته ما عجبنيش خالص. فدي كانت بالنسبه لك ريسك، ان المطور ده لسه جديد، مش عارف حاجه، مشروع واحد بس، ومشروع كان بالنسبه لي سيء. المهم ما بنجاملش حد، احنا على الدغري. بس كانوا عاملين شو ابارتمنت، عاملين غرفه عرض حلوه قوي. ورحت بقى وقابلت حتى هناك السيلز دايركتور اسمه محمد صبري، بقى صديقي محمد صبري ده، انا اصحاب يعني. وكانوا بيبيعوا القدم ب 750 درهم. اوكي. ده ساعتها كان فيري كومبيتيتيف، كان اقل سعر ممكن تلاقيه في السوق كان 1000 درهم على القدم. اوكي. فالوان بيدروم كانت بتدين اول 550 ولا حاجه. 500 ده كان سعر وهمي بالظبط. ومعايا خطه دفع تدفع 2 سنين اثناء الانشاء، وبعد كده 60% اثناء الانشاء، وعلى 3 سنين بعد الاستلام 40% ودي من المطور. الداون بيمنت كان كام؟ كانت 10% بس، يعني بنتكلم في 50,000 تقريبا. بنتكلم ب 55,000 وتدفع 4% رسوم التسجيل. أوكي. يعني يقول كانت حوالي مثلا 90,000 درهم داون بيمنت. بعد كده بتدفع اقساط شهريه بقى مع المطور. ولسه مستلمها في ديسمبر السنه اللي فاتت. مبروك. انا لسه ما شفتهاش يا جدعان، لسه ما شفتهاش. عايزين نعمل تور يا جدعان، لازم نعمل هاوس بارتي. لا
فاستلمتها وسكنت فيها، والمبنى هو بقاله 6 شهور. الكواليتي حلوه جدا للبنايه، الخدمات حلوه جدا، اللوكيشن حلو. الاسعار دلوقتي زادت يعني، ارجان بقى عليها طلب عالي في الايجار والبيع. الغرفه والصاله زي بتاعتي بيتباعوا حاليا ب 750,000 او 800,000 في الرينج ده. تمام. بانفستمنت صغير اللي هو مش بنتكلم في حوالي 300,000 تقدر تبيعها بمكسب 200,000 على راس المال بتاعك. فدي كانت تجربتي الشخصيه مع بوتيك ديفلوبر، سلموا حاجه اون تايم، حاجه بكواليتي عاليه as promised. وفي نفس الوقت دلوقتي انا بقى عندي اسيت انا ساكن فيها، لما مثلا اقرر همشي من البلد هاجرها او هبيعها اشتري حاجه تانية. فانا بحكي لك تجربتي الشخصيه مع ديفلوبر صغير، بس الحمد لله it was very successful. انت كنت يعني بترفير نفسك انك مبتدئ، زي النصيحه بتديها للمبتدئين دلوقتي، انت عملتها بالظبط. بتدي نصيحه انت اوريدي عشتها، فاوريدي اللي مشي معاك انت زي ما تقول كده احسن سيناريو، اللي هو تحط داون بيمنت صغير، تقسط مع الديفلوبر من غير مورجج، تاخد الموضوع في as promised in time. والموضوع طبعا اسيت قيمته بتزيد، ولو حبيت تأجر فوق قيمته اللي بتزيد فانت كسبان من كله. 100%. دي احسن سيناريو للعقار بالنسبه لك. بالظبط. دي اللي انا بقول لك عليها كنصايح للمبتدئين. لو واحد لسه مع مبلغ صغير، ده احسن سيناريو يمشي بيه. ما يدورش على قرض بنك، ما يدورش اللي هو لون يكمل بيه الداون بيمنت. دي كارثه في رايي الشخصي، دي كارثه. شفت ناس انا مش عارف الناس ازاي بتعملها. انا ده بيزك لا، وغير كده الناس اللي بيعملوها دول اصلا ان هو لو معهوش داون بيمنت، فانت لا قدر الله تاخد لون حلو عشان انت مش محوش فلوس، لا قدر الله حصل لك اي حاجه في الشغل خلاص انت كده لابس قرضين. فانا شفت ناس بقى بيمروا بالمأساة دي، فعشان كده دايما ما انصحش اي حد يعمل ده يعني حتى لو انت مش فاهم الف ب فاينانس، قرضين بس خلاص كلمه واحده، فاهم؟ فاحسن سيناريو انك تحط داون بيمنت صغير الى حد ما بنتكلم من 100 ل 150، حوشهم بالزبط. جيب دول، خش مع مطور زي ما تقول كده لسه جديد، بلاش لسه بيبتدي، لسه جديد، اسلم مشروعين 3. احسن سيناريو ان شاء الله خلال 2 هيسلم، تبقى انت كده معاك عقار في دبي. بالظبط. اوكي. العقار ده بالنسبه لك احسن مناطق الاسيتس عليها طلب وقيمتها بتزيد دلوقتي، حاجه غير ارجان ممكن نتكلم عليها؟ انت كده بالبادجت بقى بتختلف. يعني مثلا هديك مثال. اقرب حاجه الارجان كمبتدئين لسه مش عايزين نروح الداون تاون مارينا لسه. ماشي. انت لا عندك ارجان، عندك جي في سي، عندك شايف برضو حاجه زي داماك هيلز ظريفه جدا، تبعد شويه بس تاخد كوميونتي. اوكي. استابلشت ديفلوبر كبير، طبعا سمعته ممكن تكون مش احسن حاجه، بس لما تروح داماك هيلز ككوميونتي بتقدر الافورت او المجهود اللي دماغك عاملينه جوه الكوميونتي ده. عندك برضو جي في تي، جميله فيليج تراينجل، دي جنب جي في سي. بالظبط جنب جي في سي. كل الاماكن دي اللي هي في رايي بالذات جي في سي، ارجان، جي في تي، كلها اللوكيشن بتاعها فيري سنترال. انت لو جبت خريطه دبي ايربورت، مطار دبي، مطار المكتوم، في رأيي أنا كسدان هي دي دبي، بتبتدي من هنا وتخلص من هنا. مطار دبي المكتوم ده اللي هو جنب اكسبو، وهو على طريق كأنك رايح أبو ظبي يعني. فهي دي بالنسبة لي أنا كسدان، هي دي خريطة دبي. أرجان، جي في سي، جي في تي في النص. هتاخد نص ساعة تروح المطار، تاخد نص ساعة تروح المطار. طبعا بقى انت قدامك الداون تاون، على شمالك مارينا، تقريبا انت في السنتر. انت في السنتر بالظبط. يعني انت عشان تروح المارينا هتاخد اقل من 20 minutes، عشان تروح الداون تاون اقل من 20 minutes. اوكي. اتس فيري سنترال. مول الامارات 10 دقايق، سفوح بيتش برضو 10 دقايق ربع ساعة. فاتس فيري سنترال، منطقة سكنية. بالذات جي في سي طبعا تعتبر حاليا اغلى، عشان جي في سي مور استابلشت، فيها مدارس اكتر، فيها 4 جوامع، فيها سيركل مول، فيها مول كبير، فيها بنتكلم في حوالي 12 بارك. اكتر منطقه من غير مقاطعه، اكتر منطقه عليها طلب ايجار، عشان تقريبا اسعارها لسه في المتناول بتاع الجميع. هو دلوقتي الدنيا ولعت في كل حته الصراحه. انا جاي لك بقى في الحته ماشي، دي. جاي لك في الحته دي. كان في اشاعه اللي بيقول لك من 2020 لما حصل الحوار، بلاش المونتايزيشن من 2020 من اولها كده سوق العقار كله وقع، الدنيا باظت، الناس خسرت. هل الكلام ده صح؟ وايه اللي دلوقتي حاصل؟ انت في السوق وعارف اكتر مننا كلنا، فقول لنا. 100%. دي مثال على حاجه اعمار، عشان حاجه معروفه. مثلا كان في كوميونتي اسمه دبي هيلز ستيت. اوكي. ده برضو فيري سنتر على تقاطع الخيل ومسوقين، واعمار كوميونتي كبيره. في مول هناك اسمه دبي هيلز مول، اصغر من مول الامارات بحاجه بسيطه. في بزنس بارك، اعمار نقلت الهيد كوارتر بتاعها هناك. في 18 هول جولف كورس، كوميونتي متكامل، في مدرستين، مستشفى، كل حاجه حلو. تمام. ايام الكوفيد هديك مثال مثلا على ميبل دول 3 bedroom تاون هاوس.
اعمار كانت بتبيعهم بحوالي 2.2 وكانوا جاهزين. مليون درهم بالظبط. في سوق إعادة البيع كان في حاجات بتتباع ب 1.6 نص تقريبا يعني، لا مش النص بس اقل 500,000 400,000 اقل من اعمار دايركت. اوكي وكانوا بيتاجروا اول ما استلموهم كان 3 بيدروم تاون هاوس بيتاجر من 80 ل 90,000 في السنه، 80 ل 90,000 درهم في السنه. حلو جدا حلو جدا. دلوقتي طبعا كل حاجه اعمار باعت الستوك اللي كان عندهم ب 2.2. دلوقتي ميبل، خش على بروبرتي فاند، خش على اي موقع عقارات، اكتب ميبل 3 بيدروم، هتلاقي ارخص 3 بيدروم ب 3 مليون، والايجار بتاعها مينيمم لو انت محظوظ قوي بتتكلم في 240 الف درهم في السنه. فده دبلد. يعني الناس اللي اشتروا ب 1.6 او حتى 1.8 في 3 سنين بس بالظبط، في اقل من 3 سنين حتى تقريبا 100% على الفلوس اللي هو دفعها. فده اللي حصل يعني. اللي اشترى وقت الكوفيد هو ده اللي بيبيع المكسب دلوقتي. برضو هديك مثال بقى وهمي. في واحد اسمه مكاش امباني، ده الفورمر سي او بتاع براند اسمه بريتي ليتل ثينجز. اوكي حلو. ده من سنتين اشترى قطعتين ارض في حته اسمها جوميرا باي ايلاند، دي اللي فيها البولجري ريزورت اللي هو بقى فيه رونالدو شاري فيه وزين الدين زيدان. It's one of the most prestigious وإليت man made islands في دبي. وفي رأيي الشخص هي دي أغلى من البالم عشان it's very limited يعني. فالمهم اشترى قطعتين أرض، الأرض مساحتها حوالي 20,000 قدم، كل واحدة ب 35 مليون. حلو. من 4 أسابيع أو 5 أسابيع الأرض دي فاضية باعها ب 125 مليون. انت بتتكلم في 150% يعني return on his investment في خلال سنتين، وهو يعني ارض فاضيه احسن من اي بزنس. ده انا بقول لك في بقى حاجات كتير قوي في دبي في الفتره بتاعت الكوفيد دي حصل فيها حاجات من اول 50% لحتى 200%. فهو دايما وقت الازمات هو ده احسن وقت تشتري. بالظبط. احسن وقت تعمل فيه فلوس بصفه عامه. دلوقتي الاسعار عاليه، الايجارات زادت، الاسعار زادت عشان الطلب زاد. وغير كده في حاجه دلوقتي في حاجه اسمها الفير اوف ميسنج اوت. في ناس كتير قوي بيشتروا عشان خايفين الموضوع يفوتهم. بالظبط. وخايفين الاسعار تقعد تزيد، ان هي فعلا الاسعار دلوقتي بتزيد بطريقه جنونيه. يعني في موقع اسمه دي اكس بي انتراكت، انت ده اي حد يخش عليه بيشوف اليونت هيستوري ويشوف هي اتباعت قد ايه. كنت لسه شايف يونت في دبي كريك هاربر، الملك الاول اشتراها ب 1.5، في واحد تاني اشتراها منه من شهرين ب 1.6، دلوقتي باعها ب 2 مليون. ده الكلام ده خلال التايم لاين قد ايه؟ يعني هو انا بتكلم معاك في خلال شهرين، واحد اشتراها ب 1.6 باعها ب 2 مليون في شهرين. انت متخيل؟ عشان بس الحوار الفوم ده بالظبط، عشان بس الاسعار بتزيد والناس خايفه الاسعار تفضل تزيد. والاسعار حاليا يعني almost at the peak، لسه ما وصلتش للبيك 2014 بس almost at the peak. اوكي بس بعد كل بيك الدنيا بتنزل تاني الطبيعي. ده الطبيعي. أوكي. ده الطبيعي بس مش قريب. بص محدش يقدر يقول لك امتى الاسعار هتنزل ولا امتى الاسعار هتقل ولا امتى احسن وقت تشتري فيه. بس اللي انا اقدر اقوله لك ان دبي فيها ريل استيت سايكلز. عامه اللي بيحصل في العالم دلوقتي كل البلاد فيها ازمات، فيها اقتصاد بينهار، فيها بطاله، وكل الناس بيجيبوا فلوسها يحطوها في دبي والانترست بتزيد. خلي بالك الطبيعي ان ما دام البنك يعلي الفوائد على القروض الطلب على العقارات يقل. اللي بيحصل في دبي العكس. الطلب بيزيد. كل ده عشان في انترناشونال فورس او قوه شرائيه من خارج الدوله مهوله بتستثمر في الدوله. الناس بقى من جنسيات العالم، اقول لك برضو مثلا حاجه تقدر تفيدك. التوب 10 ناشوناليتيز، الناس اللي بيشتروا. قول لي ان مصر موجوده. مصر مش موجوده في التوب 10 طبعا. أوكي. بس مصر مثلا مصر كانت موجوده لا مصر كانت موجوده في احنا في شهر كام؟ ماي. مصر كان في شهر ابريل مصر كانت رقم 6 من الجنسيات اللي اشتروا في شهر ابريل، ورقم 4 كان لبنان. اوكي. خلي بالك برضو الناشوناليتي مش هي محل الاقامه. في ناس مصريين كتير جدا مقيمين في الخليج في يوروب وبيشتروا هنا، مش لازم يبقى مصري يبقى مقيم في مصر عشان تعرف موضوع تحويل الفلوس صعب جدا يعني. فعامه توب 10 ناشوناليتيز السنه اللي فاتت اللي عندك روس اول ناشوناليتي، روس، انجليز، هند، يوكرينيانز، صينيين. بعد كده عندك جنسيات بالنسبه لي كانت مفاجاه اول مره اشوفها، نذرلاندز، جيرماني. اوكي. وكان عندك اخر 3 مش فاكر كانوا مين اخر 3، الصين، جريت بريتن، باكستان،
في جنسيتين بقى مش فاكرهم. الموضوع ده كان غير الطبيعي بتاع كل سنه، بالذات ان انت تلاقي نذرلاندز وجيرماني توب 10 دي قوه شرائيه غريبه. فالناس اللي في يوروب عامه بيتجهوا للشراء هنا مينلي طبعا السيفتي، تاني حاجه عشان الضرائب، مفيش ضريبه لا على الدخل، مفيش انكم تاكس، مفيش ضريبه على العقار، مفيش ضريبه على الدخل اللي جاي لك من العقار، على عكس يوروب، على عكس الولايات المتحده بالظبط اي حته ثانيه. فعشان كده بقول لك اللي بيحصل في دبي ده مش طبيعي، وانا مش شايف اي انديكيشن ان الاسعار هتنزل unless يحصل بقى كارثه جلوبال ريسيشن كارثه، حاجه زلزال بقى، يعني حاجه يعني خارجه على الاقل مش قريب خالص يعني. في رايي الشخصي بقول لك انا ما اعرفش، الله اعلم طبعا. بس انا عايزك تقول لي مثلا من 20 مثلا اللي اشترى مثلا في 2020 2021 افريج زياده الاسيت نتكلم في كام في المية؟ سيبك من العقارات اللي هي ب 3 مليون 4 مليون، عقار مثلا زي ما انت اشتريته دلوقتي قيمته مثلا عامله كام، والافريج اللي يعني زي انا شريته ب 580. انت بتتكلم دلوقتي اللي زيك 700 800 فبنتكلم في 20% زياده يعني بنتكلم في خلينا نقول 20. في اماكن خلي بالك، في اماكن في دبي سعرها ما زادش، هم مكانين اكشلي. مكان اسمه اكويا ده ماك هيلز 2 زاد زياده بسيطه قوي. اوكي. ودبي ساوث هي المنطقه بتاعه الاكسبو زاد. هو اصلا مش طبيعي انك تشتري اسيت وتبيعه بعديها بسنتين، ده بيحصل في دبي بس. قيمه الاسيت عامه بالنسبه لي انا بقيسها بعد 10 سنين صح. وده الطبيعي كده هتزيد 100%. بس بتكلم ان دبي حاجه غريبه غير كده، غير استثنائيه يعني. فالبوم اللي حصل ده عشان دبي بس. عامه كده على 5 سنين على 10 سنين انت كده كسبان، مستحيل تبقى خسران. ازاي؟ ما ينفعش، مش مقبوله حتى فاهم. هي بالظبط. لا حتى مش بقول لك ناس بيعملوا فليبنج في شهرين اكزاكتلي. فبقول لك يعني الدنيا ازاي متخيل بقى على 10 سنين تخسر؟ مستحيل. الناس بتبقى قلقانه اللي هو احط دلوقتي واسيب الفلوس. سيب الفلوس هتسيبها في ايه غير العقار؟ هو عامه العقار في دبي اتس ا لونج تيرم انفستمنت بلان، هي خطه استثمار طويله. انا بالنسبه لي في اي حته ريل استيت يعني انت بتفكر كمان 5 سنين مينيمم بالنسبه لي. طيب انا عايزك تيجي بقى تقول لنا، سيبك من الناس اللي ماسكه فلوس وهتشتري عقار واسس كبيره، نتكلم على الناس دلوقتي خارجه من الجامعه هتبتدي حياتها، بتبص لنا اللي هو ناس الى حد ما في نص الطريق لسه الحمد لله ما كبرناش قوي كده. فايه نصايح الاستثمار في الاول؟ لسه معكش فلوس تشتري اسيتس، ايه نصايح الاستثمار؟ تبتدي بايه؟ تفكر في ايه؟ قول لنا كده عشان انت طبعا مثال للشخص الناجح اللي عايش بيعمل اللي هو عايزه دلوقتي. فقول لنا لو انت رجع بيك الزمن لسه خارج من الجامعه دلوقتي هتعمل ايه؟ لو انا يرجع بيا الزمن هانفست في نفسي، دي اول حاجه. تمام. هتعلم سكيل، هتعلم مهاره، هتعلم لغه، هتعلم حاجه تعمل لي فلوس. اوكي. هاي انكم سكيل او اي حاجه مش انت هاي انكم، اي حاجه ام باشنت اباوت. مثلا انا بحب اعمل فيديو اديتنج، انا مثلا بحب اكتب، اتعلم كوبي رايتنج. انا مثلا بحب الفتنس، بحب ادرس نيوتريشن. تشوف حاجه انت بتحبها عشان لو انت لقيت حاجه بتحبها هتعمل منها فلوس 100%. انا كان عندي دايما قاعده، لو انت باشنت انف هتبقى هاي انكم سكيل، هتحولها انت هاي انكم سكيل 100% 100%. دلوقتي انت معاك مثلا ايكويتي قليله وعايز تستثمر، هديك مثلا في بلاتفورم انا جربتها، في هنا كونسبت منتشر اسمه كراود فاندنج فور ريل استيت. يعني ايه كراود فاندنج فور ريل استيت؟ الكونسبت ده منتشر في امريكا، اللي هو مثلا واحد بيفتح شاير بالظبط. زمان كان بيعمل كراود فاندنج، عنده مثلا تطبيق، عنده فكره، وبيجيب ناس مستثمرين كل واحد يشتري بمبلغ، وبتاخد مثلا بيركس معينه وتبقى كانك شريك في المكان. دلوقتي هم عملوها للعقارات، انت مثلا عندك وحده ب1,000,000 درهم، تعالى والله مكاوي اشتري مثلا نسبه 1-2% واتيفر، ويبقى انت تمتلك حصه في العقار ده. الكلام ده ليجل ومترخص من DIFC، والدوله بتشرف عليه، ويبقى فيه سند ملكيه للعقار، واسمك بيبقى مكتوب على سند الملكيه، وبقاله اكتر من 4 سنين تقريبا. الكلام ده شفته من بره ولا جربته؟ الكلام ده انا جربته. أوكي. جربت. هما في تطبيقين، هما دول اللايسنس وريجوليتد، واحد اسمه سمارت كراود، واحد اسمه ستيك. اوكي. ده المينيمم انفستمنت اماونت حاليا بتتكلم في 500 درهم. اوكي. يعني مثلا $150. اوكي. تقدر تشتري جزء من العقار، واللي هم بيأجروا العقار وبياخدوا الفيز بتاعتهم، بياخدوا كل حاجه. طبعا الاستثمار كل ما كان قليل كل ما كانت الريتيرنز هتبقى قليله، بس ما تتوقعش حاجه كبيره. بس ده اوبشن سيف، بيرجعوا لك فلوس كل كوارتر، كل سنه، كل شهري. ان غالبا أوكي. الوحدات بتتأجر بنظام الهوليدي هومز او الشورت تيرم رينتلز، فهو بيأجر الوحده بالشهر. اوكي. فبتاخد الريتيرنز بتاعتك شهريا. فده عندك اوبشن كاستثمار للبيجنرز. تاني اوبشن ان انت في رايي الشخصي تحوش مثلا لكورس يعلمك هاي انكم سكيل. ممكن بقى الهاي انكم سكيل دي تبقى ازاي تعمل تريدنج، ازاي تستثمر في البورصه،
برضو انت بتinvest في نفسك يعني. يعتبر كانفستمنت في نفسك، بتتعلم 100%. ازاي تمارس الحاجات دي بالظبط. يعتبر انت بتتعلم مهاره. تمام. طب اقرب حاجه للريل استيت بس مش بغلو الريل استيت ممكن نinvest فيها وحاجاتنا وفلوسنا تزيد، ممكن نتكلم في ذهب مثلا. انا في رايي الذهب ده it's not an investment. في رايي الشخصي المتواضع يعني أوكي. الذهب ده دي حاجه اسمها safe haven. يعني انت بالذات لو انت مثلا في الدوله زي مصر، لما تشتري لما تحط الجنيه المصري بتاعك في ذهب، حاجه مرتبطه ليها سعر عالمي، انت بتحافظ على العمله بتاعتك ان هي تدفلكشويت او ان هي سعرها يقل. اوكي. فبالنسبه لي الذهب ده ما بعتبروش انفستمنت، تعتبره سيف، حاجه انا ضامنها هتحافظ على القيمه مش هتزودها، حصاله. ده في رايي انا أوكي. الشخصي. طبعا في ناس بيعملوا فلوس يشتروا ذهب بسعر قليل ويبيعوه، مفيش مشكله، مش ده الطبيعي، مش ده الافريج، مش ده الكونسبت المتدرج يعني. بس أنا بالنسبه لي انفستمنت حاجه بتجيب لي باسيف انكم، سواء بقى كان عقارات، سواء بقى هفتح محل، هفتح ايجنسي، هفتح مطعم، حاجه انا عارف ان يعني كل شهر هيجي لي افريج متوقع وقدره كذا، حاجات قيمتها بتزيد او بتجيب لك دخل فوق قيمتها. مش لازم حتى قيمتها تزيد بالظبط، بس انا بالنسبه لي ان حاجه يبقى الدخل انا عارف ان هيجي لي افريج دخل كذا. الفتره اللي فاتت موضوع الذهب عشان الازمه اللي حاصله في مصر، كل شهرين تقريبا سعر جديد والموضوع بيزيد، فالناس فاكره انه بقى حاجه حلوه للانفستمنت. ده مش الطبيعي اللي بالزبط. بيحصل ده، وسعره قل دلوقتي يعني بالظبط. هو بيلعب بالزبط. تمام. بس في ناس بتتكلم برضو عامله ارجيومنت اللي هو زي الريل استيت على 10 سنين على 5 سنين قيمته بتزيد، بس مين هيمسك دهب 5 سنين 10 سنين؟ ده قليل. وانا في رايي الشخصي انا لو هحط بقول لك بالعكس اشتري ذهب، بس في رايي ده اتس نوت الانفستمنت اللي هو اللي انا هعيش عليه. يعني انا شاري شبيكه ذهب بعد سنه، ما يا اما هبيعها اكزاكتلي يا اما هتفضل زي ما هي حصاله. احسن مسمى للموضوع. لكن لو عندي عقار هاجره او انا هسكن فيه فهوفر ايجاري منه حاجه بالظبط. فاهم فكره ان حاجه تجيب لك انكم. هو ده الانفستمنت بمعنى انفستمنت. يعني انا 10 سنين شاري شقه مثلا بمليون ايا كانت العمله، هنا الافريج الريتيرن قول من 6 ل 10% افريج سنويا. انت الذهب على 10 سنين ما اعتقدش ان سعره هيزيد 60% طبعا. فاهم قصدي يعني. فيعتبر للمبتدئين امسك ذهب لو انت عايز تحافظ على فلوسك ما تقلش. بس لما توصل بفلوسك لرقم معين وعايزها بقى تزيد تشتغل لك، انسب حاجه العقار، او على الاقل تشارك في عقار اللي هو الستيكس اللي انت قلت عليها. اول حاجه اللي هي بالظبط بروبرتي كراود فاندنج دي. تمام. اوكي، عايزين نسالك دلوقتي كراجل شغال في مجال الريل استيت وبروكر قد الدنيا عالمي هنا، ازاي استغليت السوشيال ميديا انها تفيدك في مجالك؟ وايه رايك في تجربتك مع السوشيال ميديا؟ هل هي مفيده تنصح بيها لاي مجال، ولا في مجالات ما ينفعش، ولا هي مفيده لكله؟ انا شايف ان هي مفيده لكل المجالات من نوعين. اول نوع ان انت بتبني البيرسونال براند بتاعتك، الناس تبقى عارفه مين هو محمد زيدان، مين هو مكاوي، بيعمل ايه، اسلوب حياته عامل ازاي، فبيبل ويل ريليت ليك لو انت شبههم طبعا. اوكي. لو الراجل ده زي انا، شكله محترم، عنده معلومات في الفيلد بتاعه، فدي كده اول شق ان انت بتبني اسمك ويبقى ليك سمعه. تاني شق ان انت هتلاقي عملاء. يعني انا اللي خلاني ابتدي سوشيال ميديا في مجال العقارات تحديدا، وقاعد بفكر انا ازاي هعرف الاقي ناس يشتروا حاجات $150,000. فدخلت شفت بالذات اليوتيوب بقى في امريكا، كان لسه بقى برضو مش متشبع، بس كان في طبعا راين سيرهنت، وكان في $1 مليون ليستنجز، ناس تقيله قوي دي. فانا قلت طب انا ليه ما اعملش كده، بعمل برضو كونتنت على اليوتيوب اعلم فيه الناس، او حتى ساعتها انا ما كانش عندي خبره، فاللي هو ايه ده في مشروع كذا الاسعار بتبدا من كذا، توري بس الناس الاوبشنات بالظبط. ودي لغايه دلوقتي سواء بقى على تيك توك سواء على انستجرام، انا بيجي لي ناس بيسالوني، وغير كده عندي ناس بييجوا يحجزوا الكونسلتيشنز بتاعتي. يعني دلوقتي زمان احط رقمي في كل حته وبتاع، دلوقتي انت عشان تكلمني بتدفع $100 عشان تاخد معايا 1 اور كول. فاهم قصدي؟ فدي حاجه عشان قعدت ابني فيها، الناس عارفه ان محمد زيدان ده شخص يعني تثق فيه، شخص عنده معلومات وبيقدم لك نصيحه هتفيدك، ما عندوش مانع يدفع فلوس عشان يكلمني. معلش من غير مقاطعه، اللي قاله محمد ده حالا الف ب براندنج يا جدعان بكل بساطه في دقيقه اهو عاش والله. عشان في ناس مش فاهمه كلمه براندنج، فاهمه اللي هي لوجو وخلاص. لا الموضوع مش كده خالص. اللي شرحه محمد ده حالا دلوقتي انك تعمل اسم لنفسك، تبيع وقتك يبقى بفلوس، بس ده اسمه البراندنج. فبس هما دول، هي دي في رايي الشخصي اهم حاجتين
ان انا بعمل محتوى على السوشيال ميديا. طبعا دلوقتي بقى بيجي لي بقى براند كولابس، مطورين، ناس عندهم بلاتفورمز عايزين يسوقوا لها بالظبط عشان شايفين الكونتنت بتاعي ريليفنت، الكونتنت بتاعي انجيجنج، ناس بيعملوا له شير كومنتس، ف بيفتح لك طرق بالظبط، بوابات للصبح، فاهم؟ لا وغير كده يعني زمان كنت انا اللي بكلم الناس، اي فندم حجم معاك محمد دلوقتي ازاي عايز هو تشتري، انت قاعد الناس هي بتكلمك بالظبط. ليه؟ عشان انا قعدت ابني انت حاجه بتشد اللي انت عايزه وببني اسم لنفسي. رغم ان مثلا يعني مش بقول لك ان محمد زيدان ده اقوى واحد عقارات في العالم، لا خالص. انا في ناس اعرفها بتعمل 6 فيجرز انكم عالمي من 10000 فولور، ما بهرجش. ايوه ما انا بقول لك بالظبط. الناس فاهمه انك عشان تعمل حاجه على السوشيال ميديا وتعمل فلوس لازم توصل مليون 2 مليون، مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير، بس الناس مدياله زي ما تقول كده حجم مش بتاعه، مدياله رهبه مش بتاعته. صح. جاست ستارت، جرب شوف الموضوع هياخدك فين. وفي ناس بتبقى فاكره برضو انك عشان ابتدي السوشيال ميديا لازم اروح للترندي دلوقتي، ايه اللي ماشي دلوقتي، مع اني دايما بقول انت بس شوف انت بتعمل ايه واشرحه او احكي قصتك ايا كانت بتعمل ايه. الناس فاهمه السوشيال ميديا دلوقتي مثلا التك اللي عليه ترند، مثلا اللبس عليه ترند، ريل استيت عليه ترند، فلا انا هروح اعمل ده ويسيب شغلانته، وده غلط. بتكلم اللي هو ايا كانت بتعمل ايه، رسام، نحات، بتحب العربيات، اتكلم عن اللي انت بتحبه، احكي قصتك ما وراء الكواليس. الناس اللي بتريليت ليك هتلاقيك. هو ده حلاوه الالجوريثم، ان بيقرب الناس لبعض. الناس اللي بتدور على حاجه لو انت بتشرحها الالجوريثم من غير ما تعمل دعايه هتوديك ليهم، فاهمني؟ بس الناس فاكره ان انا لازم اروح الناس اللي ماشي دلوقتي الموبايلات واللابتوبس والحاجات دي لازم اكمل الحاجات دي، مع اني مش هتحبها، مش هتعرف تكمل فيها. الناس مش فاهمه السوشيال ميديا في الحته دي. ايا كان بتعمل ايه، راجل ريل استيت، انا بتكلم عن تطوير النفس. من 4 سنين ما كانش اصلا مجال، ما كانش نيش. يعني ايه تطوير نفس؟ انا بعمل منه فلوس دلوقتي عشان انا بحبه بس صح. فاهمني؟ الناس فاكره انك لازم تروح لترند معين عشان تمشي معاه، حتى لو هو ملوش فيه، ما بيحبوش. بس من تجربتي وتجربه زيدان، ايه اللي انت بتحبه اعمله واحكي قصته، صوره بس. بص والله بسيط الموضوع، وهتعرف تلاقي الناس اللي بتدور عليك. بس دي كل فكرتي عن السوشيال ميديا. والناس مدياها رهبه مش بتاعتها، وكاميرا وتصوير كلنا ابتدينا باللي في ايدينا ده، موبايلات يا باشا. فاهمني؟ انا كان معايا الايفون 6 اس ووصلت بيه 400,000. الناس مش مصدقه 400,000 سبسكرايبر بايفون 6 اس. دلوقتي بيقول لك لازم اشتري كاميرا وميكروفون. باشا جاست ستارت زي ما كده بالظبط. هتلاقي طريقك، هتعرف تعمل ايه بالتطبيق مش بالتفكير. الناس بتفكر اللي هو انا هخطط واحط بلان، بس ما بيعملوش حاجه، فاهم؟ التفكير الكتير والتخطيط الكتير بيقعدهم مكانهم، بيعطلهم. فللاسف الناس بس لما بقول له ابتدي، بيبقى ابتدي باللي انا عارفه ده، باللي انا مش هعمل حاجه. هتعرف تلاقي طريقك لما تجرب وتغلط وتشوف، هتعرف. بس الناس فاهمه ان السوشيال ميديا لازم اشوف ايه اللي ماشي، ايه اللي شغال، ولازم اعمله حتى لو ماليش فيه، مش فاهم حاجه. بس انا عايز اسالك انا سؤال بالموضوع ده. هل في راي مكاوي كوانتيتي ولا كواليتي؟ حلو السؤال ده. انا بالنسبه لي الموضوع معادله، تمام؟ انت في الاول الالجوريثم بتحتاج كوانتيتي عشان انت كده مش هتعرف تطلع كواليتي. فاللي هتلعب عليه ما عندكش غيره اصلا الكوانتيتي، تمام؟ فانا شايف مينيمم لو انت هتبتدي النهارده، انا لو هبتدي النهارده مكاوي، كل البلاتفورمز مينيمم حاجتين في اليوم، فيديوهين، 2 ريلز، 2 تيك توكس، 2 شورتس، فيديوهين طوال في الاسبوع يوتيوب، ده مينيمم. لو بتتفرج على جاري في بيقول لك 4 بيسز اوف كونتنت على كل بلاتفورمز كل يوم. انت متخيل ده؟ انت في الاول انت مبتدئ، الكواليتي مش عاليه ومستحيل تبقى عاليه، انت مش عارف لسه. فالحته اللي بتلعب، الحته اللي هتميزك الكوانتيتي. الالجوريثم هتشوفك لما تلاقيك مستمر في الكوانتيتي، تمام؟ لما تكبر ولما تعمل سوشيال فولوينج ولما تبقى عندك بريزنس واكزيستنس، تبتدي بقى الكوانتيتي تقل بس الكواليتي بتزيد، عشان انت اوريدي الموضوع معادله. لما تعلي الكواليتي طبيعي الكوانتيتي تقل، ده فيزيكس، فاهمني؟ فانا شايف كل ما الفولوينج يعلى كل ما الكواليتي يزيد والكوانتيتي تقل. شوف دلوقتي مستر بيست واصل 150 مليون سبسكرايبر، بينزل فيديو واحد في الشهر. كان الاول 3 فيديوهات في اليوم، دلوقتي فيديو واحد في الشهر. بس الفيديو واحد في الشهر دلوقتي 50 60 70 مليون، فاهم؟ فدي معادله. دايما لو هتبتدي 2 في اليوم بالنسبه لي مينيمم على كل بلاتفورم. انا النهارده انا عندي 1 مليون وشويه، انا لحد النهارده 2 في اليوم على كل حاجه. انا بالنسبه لي بلعب في حته الكوانتيتي والكواليتي. ازاي؟ انك تديليجيت، تبعت للناس تشتغل لك، فتحافظ على الكواليتي عاليه والكوانتيتي في نفس الوقت عاليه، عشان مش انا اللي بعمل كل حاجه.
الموضوع انت في الاول انت شغال لوحدك، فطبيعي هتشتغل على حاجه واحده من الاثنين، يا كواليتي يا كوانتيتي، فاهمني؟ بس لو شغال لوحدك ده السيناريو الطبيعي يعني في مصر، تبتدي بكوانتيتي لحد ما مينيمم 100000 200000، تبتدي بقى تعلي الكواليتي وتقلل الكوانتيتي تدريجيا. اوكي. تمام. وده اللي انا اشتغلت عليه، والموضوع طبعا خد، انا دلوقتي رابع سنه اهو، الموضوع تدريجي بيقل مش مره واحده، هتلاقي الكواليتي بتعلى والكوانتيتي بتقل. وبالنسبه للناس لسه ده كوانتيتي عاليه، الناس بتقول لي انت ازاي، بس انا بالنسبه لي ده اللي هو الستاندرد، ما ينفعش اقل عنه، فاهم؟ فلما بقول للناس 5 تيك توكس في اليوم يقول لي ايه ده، هو انا ما عنديش حياه؟ ما هتنجح ازاي؟ طيب هتبان ازاي؟ ما دلوقتي الفيدنج انت مش متخيل كام فيديو بيترفع على تيك توك في اليوم، هتبان ازاي لو انت ما بترفعش 5 مرات في اليوم، فاهم؟ فالناس مش فاهمه حاجه زي دي، انك عشان تبان لازم اكنه شغل اكل وشرب بالساعه كده، لازم تابلود. والموضوع مش محتاج في الاول مجهود، انت تصور اللي انت عايز تقوله، ولا بقول لك مونتاج ولا بقول لك اي حاجه، صور انت عايز تقوله وتيك توك هيزقك، فاهم؟ حرفيا الموضوع بالسهوله دي من غير فولور. انا اعرف ناس انت حتى حسيتها معاك 2 4 10 فولور في فيديو بيضرب 100000 100%، ملهاش علاقه، فاهم؟ انت لو اللي انت بتقوله ريليفنت، اللي انت بتقوله مهم للناس، بيقدم قيمه، الناس هتلاقيك، فاهم؟ وتيك توك هيزقك، وشورتس دلوقتي بتزقك، وحتى الفيسبوك دلوقتي كان زمان نايم دلوقتي صحي لما لقى الكومبيتيشن عاليه، فكله بيزق دلوقتي. انت بس حط محتوى، سيب الاوتبوت على ربنا وهو هيشتغل لوحده، ما تقلقش. والناس نرجع تاني لحته ان هو تخطيط، تفكير، خطه للصبح وما بينفذوش، ده اللي بيعطلهم، فاهم؟ بس انا بالنسبه لي اليوم واضح، انا هطلع النهارده 4 بيسز اوف كونتنت، مش هفكر هيعملوا ايه وهيجيبوا مشاهدات كام، مين اللي هيكومنت، تعليقات ايجابيه سلبيه مش مهم، المهم اطلع 4 بيسز، وده الحمد لله منجحني وماشيين ان شاء الله. ما بفكرش غير في اللي عليا، الاوت اوف ماي كنترول ما بفكرش فيه، والدنيا ماشيه، فاهم؟ ببساطه يعني. دلوقتي في ناس كتيره بتسال لو انا هبتدي كريبتو، عشان مفهوم الكريبتو اصلا في مصر لسه مش عليه شيد كده، الموضوع مش مفهوم، وفي ناس بتقولك لسه مش قانوني اصلا. فهل انت اصلا تنصح بالكريبتو، ولا الاستثمار فيه تحط فلوسك في عملات رقميه ولا لا؟ ادينا فكرتك عن الموضوع، وهل انت شخصيا بتعمله ولا لا؟ بص، لو انت هتستثمر في العملات الرقميه او في اي خلينا نقول ديجيتال اسيت كده، رايي تستثمر مبلغ لو انت خسرته كله مش هيأثر عليك، مش فارق معاك بالظبط. ليه بقى؟ ان الحاجات دي مش ستيبل، وما يعني مش مستقره، ومفيش اي حد يقدر يتوقع سعرها ممكن ينزل لفين وسعرها ممكن يطلع لفين. شفنا الموضوع ده في البيتكوين، في شيبا اونو، في اللونا، في حاجات والدوج كوين في حاجات سعرها مثلا، انا هديك مثال على اللوما ده، سعرها مثلا كان ب 600 بعد كده نزلت بقت زيرو واختفت، يعني الكوين ذات نفسها اختفت. فانت ممكن تعمل ارباح 1000% وممكن تخسر كل الارباح دي في ثانيه. فلو انت بتستثمر في المجال ده، استثمر بي فيري كيرفول، بحذر شديد، وما تحطش مبلغ لو انت خسرته هيأثر عليك. ده رأيي عامة في الاستثمار في الكريبتوز، في الاسهم او في الفوركس بالذات، كواحد بيجنر وكانيشال انفستمنت ما تحطش فلوس كتيره. ده رأيي الشخصي يعني. انا بالنسبه لي حتى لو معاك فلوس كتيره ما تحطش فلوس كتيره. اصل الف بي انفستمنت وسع زي ما دايفرسيفاي بالظبط، وكل حته بتبقى حاجه بسيطه ومش فارقه معاك. بالنسبه لي الف بي استثمار حتى ماشي في الموضوع، بس الناس فاكره ان عليه ترند دلوقتي لازم نروح له دلوقتي ونشتغل فيه كله دلوقتي وهنعمل ايه بالظبط. بس الناس فاكره برضو الف بي استثمار ماشي في الموضوع ده، انك تحط حاجه مش فارقه معاك، وزي ما تيجي الكريبتو زي ما انت قلت على حسب السبلاي والديماند، على حسب الترند اليومين دول الحاجه بتضرب، ولو الترند وقع بتقع. انا بالنسبه لي الكريبتو حلاوته في حاجه ان هو بيسهل الترانزاكشنز، بس انا لحد النهارده بستعمله في اللي هو التحويلات. لو عايز تحويل يتم حالا، ولا بنك ولا حوارات ولا حاجه من دي، معايا حاجه زي ما تقول كده فلوس بسميها ايه، فلوس الفلو، فاهمني؟ اللي هي فلوس المصاريف، اللي هو ابعت حاجه تيجي لي بسرعه، ابعت اشتري حاجه بسرعه، سبونسر عايز يبعت لي فلوس تيجي النهارده. ده اللي انا بستعمل الكريبتو. انا مش واخده استثمار على قد ما واخده فاسيليتي، تسهيل، يعني بس ده في ليفل عشان انت يعني أنا فاهم عملت حاجات كتير قوي، ولحد النهارده مستحيل افكر فيه كاستثمار يعود عليا بفلوس اللي هو الناس متخيلها، فاهم؟ حتى وانا في ليفل، انا مش هقول لك احسن ليفل، بس بقول لك في ليفل اقدر استثمر فيه، بس انا بالنسبه لي مش سيف لدرجه ان انا احط فيه فلوس واستنى انها تزيد، فاهمني؟ انا لحد النهارده كيرفول بزياده معاه، بس الناس فاكره ان الموضوع
تحط فلوس وهمي هتزيد. احكي لنا البروسيس بالظبط بتاعت الشير هولدنج اللي انت حكيت عنها دي. انت قلت لنا عندك بلاتفورم ستيك والتاني اسمه ايه؟ سمارت كراود. ده احكي لنا بالظبط مطلوب منك تعمل ايه وايه الدوكيومنتس اللي انت محتاجها، وسي مثلا هنبتدي ب 2000 درهم 5000 درهم، ايه البروسيس بالظبط؟ احكيها لنا بالتفصيل. حلو. دلوقتي انا لما عملت كان محتاج دوكيومنتس صوره الباسبور، صوره الهويه المحليه، بنك يبقى معاك بنك عشان ده اللي تحول منه الفلوس للحساب بتاعهم، وده اللي هتسال منه الريتيرنز. وبتعمل اكونت على المنصه، وبعد كده هم بياخدوا يومين 3 يتعمل لك فيريفيكيشن الشخص ده حقيقي فعلا، وهيبقى عايز منك فاتوره للكهرباء، فاتوره للميه، حاجات كده يعني بروسيس سهله تقعد يومين 3. بعد كده بتخش على البلاتفورم، بيبقى عندك كذا بروبرتي. دلوقتي هم بيعملوها بروبرتي واحده وبيبيعوا فيها اسهم. يعني مبدئيا كده مفيش حد من بره، لازم تبقى مقيم جوه؟ لا اي مكان في العالم، بس بيبقى طالب منك حاجات خاصه بالبلد بتاعتك بقى. اوكي. لازم يبقى ليك ريزيدنسي؟ لازم يبقى ليك، مش هنا لا، في اي بلد يعني. في ناس في مصر، الهند، باكستان، انجلترا، انترناشونال يعني. مكان من الحاجات اللي انا عملت لها ابلود يعني بيست اون ذير ريكويرمنتس. وساعتها كان في، انا فاكر كان في استوديو في المارينا في سنترال باي، وكان سعره 550,000. ده كان بعد الكوفيد على طول، فده كان سعر لقطة، وكان شغال بنظام الهوليداي هومز. فانا حطيت انيشال انفستمنت تقريبا توتال 11,000، وبعد سنه بالظبط، اقل من سنه 9 شهور حتى، بروبرتي سعرها بقى 780. هم بقى عملوا حاجه اسمها فوتنج، نبيع يا جماعه ولا ما نبيعش، فالاغلبيه باعت. فالمهم ال 11,000 دول رجعوا لي 15,400 بالايجار بالزياده على الكابيتال ابريشيشن. بتتكلم في حوالي بالظبط 40%. ده بقى مش ده الطبيعي، بس انا عشان كنت شاري في وقت بيرفكت، يونت حلوه جدا في مكان سوبر برايم بسعر كويس. اوكي. فان دايما الانفستمنت ده تعتبره حاجه بيجيب لك عوائد شهريه، والعقار سعره بيزيد مع الوقت. ودلوقتي هم عملوا حاجه ان انت تقدر تبيع حصتك لناس تانية، عاملين زي ماركت بليس. مثلا انا شاري 1%، انا دلوقتي شاريه ب 1% ده مثلا ب 5000 درهم، عايز ابيعه ب 6000، ممكن حد تاني يشتري مني. مفيش تايم ليميت معين، ممكن تبيع بعديها باسبوع عادي؟ يعني مفيش اي ريستريكشنز. بس هو الفكره ان غالبا السعر مش هيزيد قوي يعني كده. الفكره بس ان الموضوع سهل لدرجه انك اي حد ممكن يعمله دلوقتي، اكنه اسهم في بورصه بس اسهم في عقار. بالظبط. تمام. فان probability ان العقار سعره يقل يعني انا عمري ما شفت اسيت عقار بتقل لما بس بتتكلم في فتره زمنيه سنه سنتين، عمرها ما قلت. بص، في ده الطبيعي في اي ماركت ماتشور زي مثلا نيويورك، لندن. لكن هنا البلد ذات نفسها، احنا الامارات بقى لها 50 سنه. فالماركت مش ماتشور قوي، عشان كده دبي فيها زي ما اقول لك سايكلز. فحاليا احنا في الابورد سايكل، اسعار بتزيد. بس امتى بقى هتنزل تاني؟ هل هي هتنزل اصلا ولا لا؟ انت لما تقارن دبي بلندن، زي بيجين، زي باريس، دبي تعتبر بالنسبه لهم فيري افوردبل، سعرها قليل جدا مقارنه باللي انت ممكن تجيبه في البلاد دي. تمام. فاكيد في رايي انا there is room to grow. لسه دبي في مساحه ان الاسعار تفضل تزيد فيها. تزيد بقى لغايه امتى بقى الله اعلم. وخلي بالك برضه هديك انترستينج فاكت، في سنه 2021 البيوت اللي تم بيعها اللي كان قيمتها اكتر من 10 مليون دولار كانت 94 بيت. السنه اللي فاتت 22 البيوت اللي تم بيعها وقيمتها كانت اكتر من 10 مليون دولار 224. 10 مليون، اكتر من 10 مليون دولار. يعني في حاجات بتتباع بقى مثلا بتتكلم في 100 مليون دولار، 90 مليون دولار على حسب. السنه دي احنا ب6 شهور اهو في 110 بيت اكتر من 10 مليون دولار. هيعدي الريت بتاعنا. دي بيوت مش اراضي يعني. في اراضي بتتباع بمبالغ اكتر من كده. لسه من كام يوم في بنت هاوس انا شفته اللي هو على البالم. غير اللي على البالم بقى، في واحد تاني. في واحد تاني لسه مبيوع في بروجكت اسمه مرسى العرب، ده جنب برج العرب على طول. ده هوتيل كده بنت هاوس مساحته 27,000 قدم، اتباع ب 420 مليون. ده بنت هاوس اندر كونستراكشن، ده مش جاهز. ده حاجه بقى، انت عندك الليفت ليك لوحدك، وعندك لوبي ليك لوحدك جوه الهوتيل يونت يعني. انا بالنسبه لي لما بشوف ناس بتنفست بالارقام دي انا بطمن. ما دام الناس دي بتنفست بالارقام دي، انا لما احط فلوسي القليله في السوق ده كويس. بالظبط. ما دام الناس دي مطمنه انا مطمن. ودبي they are attracting فئه اللي هي مالتي مليونير. يعني واحد يشتري حاجه قيد الانشاء ب 400 ب 100 و 140 مليون دولار قيد الانشاء. الرقم ده فوق المليار درهم ده صح؟ طبعا مليار جنيه. هو ب 420 مليون درهم. اوكي فوق المليار جنيه. اوكي. عشان كده بقول لك دبي is attracting المليونيرات، البليونيرز كمان، مش بس مليونيرات. فعشان كده انا شايف لا، الاسعار هتفضل تزيد بالذات في اللوكسجري سيجمنت ده.